ما حد يقول بأني أنا الحمد لله ما أذنبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفانا مؤنة هذا الكلام، فقال كل ابن آدم إيش؟ خطاء. كل ابن آدم، ما أنا وإنت والثاني والثالث، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن أنا المخطئ وأنت المخطئ والثاني المخطئ، تتفاوت نسبة إيش؟ نسبة الأخطاء. هذا عنده أخطاء كبيرة جدا، وهذا عنده نسبة قليلة، وهذا عنده نسبة قليلة، لكن القاعدة أن كل ابن آدم إيش؟ كل ابن آدم خطأ. فلما أثقلتنا هذه الذنوب وأحسسنا بثقلها، بضيقها، بظلمتها، بوحشتها، لذلك جاء تلبية النداء. جئنا لنطرق أبواب التوبة، جئنا لنسكب العبرات، جئنا لنتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، جئنا لنسوق أنفسنا لربنا ونقول يا رب نحن المذنبون، يا رب أثقلتنا الذنوب، يا رب أثقلتنا الوحشة، يا رب ابتعدنا عنك كثيرا، فنريد منك أن تقربنا إليك. لماذا؟ لأن الحج مظنة مغفرة الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم إيش؟ ولم يرفث ولم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيوم ولدته أمه، يعني سترجع وكأنك الآن نزلت من بطن أمك. معنى إيش؟ معنى هذا أن كل ذنوبك، خطاياك، معاصيك قد ذهبت. أين ذهبت؟ غسلها الحج بفضل الله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تابعوا بين الحج والعمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة.